تحس بايام زمان وريحه زمان الناس اللي ما تعرفش لقم وخبز معايا ام علي. علي ده انا قلت لحضراتكم ان هو زويل مصر القادم. الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، احكي لي بقى علي كده، يعني انت اتنبأتي في علي ده بحاجات ازاي؟ وعلي بصراحه انا دماغه جميله، اي رقم تليفون يحفظه، اي رقم تليفون تقول له مره واحده خلاص. دماغه جميله، بس عاوز حد يتعلم حلو في المدرسه، حد يعني يديله دروس في بردك في المدارس الثانيه، حد مفيش شغل يشتغله. انا صراحه السبب انا كنت بشتغله معاه عشان ظروفنا. هو كان يقول لي لا انا هشتغل معاك ياما عشان انت شايفه ظروفك وحشه ياما وكده. تقول له يا علي، يقول لي لا انا هقدر عليها، راح اجيبه لك، انا مش هسيبك كده ياما برضه، عشان عارف عامله شرايح مسامير في رجلي وعارف ابوه مريض وكده، كان بيساعدني معايا في الشغل. انت كنت عامله شرايح ومسامير وبتشتغلي؟ هي رجلي ورمه اهي. طب وملهاش علاج؟ ما بتاخديش علاج؟ ما باخدش حاجه ليه؟ عشان انا معناش تامين الشامل اساسا، عشان كانت ظروفنا وحشه وسحبوا مني التامين الاولاني، وبعد كده عشان ندفع ما دفعناش، وانا ما باخدش اي معاش من اي حته، ولا عامله معاش ولا شؤون ولا اي حته خالص. لسه النهارده بيقولوا لي في جمعيه يدوني ورقه ان انا اروح الشؤون بيها، ان انا اعمل معاش وكده بيها، الله اعلم بقى ان شاء الله. ربنا كله حلو. قولي لي بقى، انت اكتشفتوا علي ده بقى، عرفتوا بقى مشوار علي، وعرفت ان علي في الرياضه دوت فجاه كده من؟ لا احنا عارفين من زمان، ده بقى بتاع 7 سنين على كده. كلنا عارفينه هنا، لما كنا نروح نبيع الشغل يروح معايا يحسب لي، يحسب مع بتاع المخزن وكده، يعني ممكن نروح نبيع الخده وكده اللي احنا جايبينها، بنلمها كل اسبوع ولا حاجه ولا كل اسبوعين، نروح لما نبيعها يجي علي انا عشان بتاع المخزن ما يضحكش عليا، يروح يحسب معايا وكده، هو اللي يقعد المسائل الحسابيه وكده. يروح يحسب لي الفلوس اللي ناخدها وكده، اللي نبيع بيها، يعني بعت 5 كيلو كذا، بعت كذا كده، ويحسبهم، واحنا عارفين ناس كتير قوي عارفين ان هو كده. علي يوم يصحى من النوم هي مدرسته وشغله بصراحه، يعني يا دوبك ما بيلحقش يذاكر اصلا، يا دوبك المدرسه يطلع معايا الشغل العصر، نطلع نيجي العصر، نيجي الساعه 1 بالليل 2 بالليل، نفس النظام، ينام له ساعتين بعدد، حتى كمان في النوم ما بيشبعش نوم. ما بياخدش دروس ولا اي حاجه؟ لا خالص، عمره ما خد دروس ولا هو عادي كده طلع كده عند ربنا. هو ربنا عشان عارف ظروفنا، الحمد لله، يمكن ربنا صبرنا خير وصبرنا وتعبنا، وكنا بنشتغل والدنيا بتنطر علينا انا وعلي واخواته وكده، والدنيا بتنطر والناس قاعده في بيوتها، واحنا بنروح هدومنا دي كلها ميه، كنا حمد ربنا برضه. ان شاء الله ربنا يرضيكي فيه ويكرمك فيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا رب. الحمد لله على كل شيء. انت نفسك في ايه؟ نفسي اللي علي يتعلم زي ما هو عاوز، نفسي اللي علي يتعلم اللي هو نفسه فيه. كل ام نفسها عيالها يبقى حلو متعلم. انا كنت بقعد كده بنفسي اقول يا ربي، يعني يا ربي ابني مخه حلو زي كده، ومفيش دروس، مفيش مدرسه تتعلم، مفيش كده، كنت بزعل، بس اقول الحمد لله اللي احنا كده عشان ظروفنا، والحمد لله على كل شيء. مهندس برمجه ويبقى حاجه قد يا رب يا رب، نطلب من ربنا، ربنا يفرحك بيه يا رب ان شاء الله. نطلب ربنا بقى احسن من كل شيء، الحمد لله يا رب، وانتوا نورتونا والله. ربنا يبارك فيكي. طبعا بشكرك جدا، وان شاء الله نشوفوا احسن مهندس في الدنيا. يا رب يا رب، نطلب من ربنا.